اقتراحات فيما يخص سد تلك الحاجة إلى التدريسيين والأطباء في كليات المجموعة الطبية، وقد قمنا بتطبيق قسم منها، وأرجو أن تدرس تلك المقترحات ونقدمها، وسوف تقدم تلك المقترحات أيضا. النقطة الثالثة، أرجو أن لا أكون قد أطلت، حول المناهج. إن واقع الخدمات الصحية والتعليم الطبي يعتمد على المبادئ الأساسية في اعتبار الصحة والخدمات الصحية استثمار من أهم استثمارات خطة التنمية، ومن أن يكون التخطيط للتعليم الطبي وتقويم منهجي جزء من عملية التخطيط وتقويم الخدمات الصحية. وهناك حاجة إلى تأهيل الكادر الطبي تأهيلاً منسجماً وملبياً لحاجات المجتمع، مما يستوجب وضع المناهج الدراسية لذلك الكادر وعلى ضوء الهدف العام لخطة الخدمات الصحية. من الضروري أولاً أن تحدد نوعية الخريجين المطلوبين. لحد الآن نحن ما عندنا تعريف يا نوع طبيب نريد نخرج. الدول في العالم كلها تعرف تريد نتاجها شنو المواصفات مال الطبيب. فرضا مثلا في الصين ارتأوا لوجود الحاجة أن يخرجوا بسنتين فسموهم الأطباء الحفاة. في روسيا أيضا كان هناك مشكلة فسموهم الفلتشر، يجيبون ناس من القرى والأرياف تمرين بسيط سنتين، وجود هذا الشخص أحسن من عدم وجود أي طبيب. وبعدين هناك محفزات بعد تمرين أو بعد تدريب مدة يدخل إلى الكلية الطب ويطلع طبيب. بس سدوا حاجات. نحن في بلدنا لحد الآن يا نوع طبيب نريد ما نعرف. ففي وضع المناهج يجب أن توضح هذه الأمور ونعرف شنو الإنتاج حتى نعرف شلون نخرج هذا الطبيب أو نعمل على تخريجه حسب المواصفات المطلوبة. فمن الضروري أولاً أن تحدد نوعية الخريجين المطلوبين من حيث المعارف والمهارات التي يجب أن يكتسبوها، والاتجاهات التي يجب أن تتوفر لديهم، والتدريب المهني المتقدم الذي ينبغي أن يتلقوه. الأمر الذي يدعو إلى تعريف الطبيب العراقي، وهذا التعريف غير موجود الآن. السيد النائب يشكو القطر لا قل من عدد الأطباء كمياً وسوء توزيعهم الجغرافي فحسب، بل من الناحية النوعية، إذ أن التعليم الطبي يجري بمعزل تام عن الحاجات الصحية الحقيقية للمواطنين. ونظراً لعدم وجود أسس واضحة للتخطيط الصحي بصورة عامة وللكادر الطبي بصورة خاصة، فإن غالباً ما يجري تأهيل الكادر الطبي اعتماداً على المواصفات الغربية والمناهج التعليمية التقليدية. وإن المناهج التعليمية للكليات الطب التي وضعتها لجنة شؤون التعليم، اللجنة العلمية للجامعات عام 78، لا تنسجم مع الأهداف العامة للتعليم الطبي في كليات الطب العراقية. هذا في رأيي. والتي وضعت من قبل نفس اللجنة، والتي جاءت في المقدمة مؤكدة على خلق طبيب يخدم المجتمع، وبتركيز واضح على تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية والإلمام الكافي بالأمراض المنتشرة في العراق وفي الوطن العربي، ومهيئ للعمل في القرى والأرياف، لأن أنظمتنا تقول ذلك. بينما بقيت مفردات المناهج التعليمية كما هي نسخة مقتسبة من المنهاج الدراسي لكلية طب جامعة أدنبرا في العشرينيات من هذا القرن، مع تغيير بسيط في عدد الساعات المقررة وإحداث بعض التغييرات حسب رغبة الأساتذة الأخصائيين الذين يفيدون من الخارج باختصاصات ضيقة يحاول إملاء رؤوس الطلبة وإشباعها بالمواد الضيقة التي حصلوا عليها دون الالتفاف إلى حاجات الأمة الصحية.
مما يجعل الطبيب المتخرج فاشلا في ممارسة مهنته في مجتمعه وبين مواطنيه، ويلاحظ عليه بأن ليس لديه إلا معرفة بسيطة جدا في التأمين الصحي والصحة الريفية وما يترتب على ذلك، ويجعله يتقبل العمل في المستشفيات لأنه قد أعد لها ولم يعد للعمل في المجتمع بين المواطنين. سيد النائب، ملاحظة بسيطة على أسئلة امتحانات كلية الطب في الطب الباطني في العام الماضي تبين بأن الأسئلة مع الصف المنتهي لا تتجاوز 10% تخص أمراضنا هنا، كلها سيندرومز وكلها أمراض يعني خاصة، اللي قد تجوز هذه جيدة في مجتمعات أخرى، بس نحن يعني ما ركزنا. وجنابك بين بأنه الكلية الطبية ذات خلفية قديمة وهناك كان مؤثرات سابقة، ولا تزال نحن نحمل قسم كبير من هذه الأمراض الموروثة اللي هسه نحن نحاول تغييرها.